السلام عليكم يا احلى ناس، اتمنى تكونوا بخير النهارده مع بعض. تخيلوا ان ممكن توفروا في فاتورة الكهرباء بمكون بسيط جدا موجود عندنا في البيت. انا حطيت البيض قدامكم اهو في الازازة، والنتيجة كانت صادمة حقيقي. تابعوا الفيديو للاخر وهقول لكم ازاي الفكرة دي ممكن توفر لكم وقت وكهرباء وتخلي البيض عندكم عايش اطول. هنسمي ونصلي على الرسول، وهنشوف الأول ازاي ممكن تحفظي البيض بره التلاجة وما يجرروش اي حاجة. فكرة بسيطة جدا كلنا بنحتاجها. تمام، بس هقول لكم اول حاجة ازاي تشتري البيض، والبيض بيتغسل ولا ما بيتغسلش قبل ما تحفظيه. وكمان هقولك ازاي تعرفي اللي هو فاسد ولا طازة بحاجة بسيطة جدا، وازاي تقشريه وهو لسه طازة برضو. لسه جايباه، ساعات بيطلع بالقشر بتاعه كده. هقول لكم كل ده بالفيديو. هتسمي وتصلي على رسول، وتجيبي كوباية فيها مية. تمام، وهتحط البيضاية كده جواها. البيضة لو نزلت للآخر للقاع البيض ده طازة. تمام، لو طفت على الوش فوق يبقى كده فاسد. لو في النص يبقى بقاله فترة، استخدميه على طول بقى. خلاص يبقى احسن حاجة اللي هو ينزل في القاع تحت. اقولك بقى لو انت بتسلقي بقى البيض ما تخلوش مية كتير علشان ما ينزلش ويطلع معاكي ويروح متكسر. لازم يكون المية كده زي ما انت شايفة كده. الاول كان بيحطوا فيه زلطاية او طوباية عشان ما يهدروش المية. فاهمين الكلام؟ المية ايه تبقى طافية على البيض كده، ما يهدروش المية كانت زمان بيشيلوها من مكان لمكان فبيصعب عليهم المية. عارفين الزلطة كانوا يغسلوا زلطاية كده ويحطوها في قلبها تغلي 7 دقايق بالظبط. انا محبوش مستوي قوي، وساعات بخليه 6 دقايق كمان وبطلعه. هتلاقيه معاكي، بس بحط ايه معاه عشان يتقشر معانا كده بكل سهولة؟ شوية ملح او خل، اي حاجة من الاتنين، لا ملح لا خل. طول عمرنا بنحط ملح ودلوقتي عرفت ان الخل حلو جدا، بقى لي فترة بستخدمه برضو. ولو ما عندكيش خل كمان ممكن تستخدمي ليمونة، عصرة ليمونة. بصي بقى الفكرة اللي انت تقشري البيض بسهولة لما تحطي معلقة الملح او شوية صغيرين من الخل او نقطة ليمون، يخلي كده معاكي القشرة بتاعته اسهل وتقشريه. يبقى عرفنا اللي البيضة لو حطيتها في كوباية من المية وارتفعت لفوق فاسد، مش حلو. خلاص هتحفظيه قبل ما تغسليه، ولا ساعات بتجيبوا كده في حاجات مطرح الفراخ وهي بتبيض كده قاذورات هنغسله ولا منغسلوش؟ لا تغسلوش خالص قبل ما وانت بتحفظيه. هت... هتجيبيه تمسحيه كده بأي فوطة عندك أو حاجة عندك بتستخدميها وتمسحيه بس. لما تيجي بقى تستخدميه أو تسلقيه اغسليه كويس واسلقيه على طول أو اقليه. أهم حاجة تسلقيه تغسليه قبل ما تستخدميه على طول، ما تغسلوش وتعينيه وتحفظيه. خلاص، أهم حاجة ايه؟ تغسليه قبل ما تستخدميه فقط. انا عندي هنا ازازة، تمام، غسلاها كويس من جوه وهفتح لها فتحة. ممكن تفتحوا لها فتحة زي شباك كده او زي ما انا بعمل، يعني ممكن تخرجوها الحتة الفتحة كلها او تسيبوها مقفولة، يعني تعملوها مستطيل وتطلعوها كلها بس كده. يبقى ايه غطا منه فيه يعني، ولا نفتح ولا قصدي ولا نشيل ولا نحط. هيفتح معايا كده بكل سهولة
وهمسحها كويس جدا باي مناديل او اي فوطه بتاعت مطبخ تكون نضيفه وتنضفيها كويس. اهم حاجه في البيض مش لازم يكون في تلاجة. كان زمان بيحفظوه في العشه بتاعه الفراخ، ما بياكلوش اي حاجه في الحر في الشتاء في الصيف، بس اهم حاجه كانوا بيحطوه كانوا بيحطوه على القش ويسيبوه. بجد الحاجات دي بجد كانت موجوده، كانوا يحطوه كده في طبق كبير او حله ويكون فيها قش، والفراخ بتبيض عليها ولا يجراله اي حاجه. لما تحتاجوا يطلعوا يجيبوا من عند عشه الفراخ، ولا كان في تلاجة ولا كان في اي حاجه. تمام. كل ما تيجي تفتحي باب التلاجة يتكسر يتخبط في بعضه، وفتح والقفل ده اصلا غلط. الهواء السخن على الهواء الساقع، فكده اضمن لينا. عارفين القش ولا مش عارفينه؟ قش الرز كانوا بيحطوه في الحلة كده، وكمان يروح حاطين البيض فيه وبس كده، ما كانش بيجروا اي حاجه يا جماعه. اه والله انا شفت وانا صغيره، كنت لسه صغيره كده وكنت بشوف الحاجات دي. وبقى نحط كده البيض بقى، خزني بقى كل البيض في قلب اهم حاجه ما يجيش عليه شمس، ويكون البيض ناشف ولا يجرى اي حاجه، يقعد معاكي كده فتره طويله. لو ما عندكش مكان في التلاجة هتعملي كده، عايزه تحطيه في التلاجة برضو كده في الازازه مش هياخد مكان. اهم حاجه زي ما قلت لك اغسلي الازازه كويس ونضفيها واهم حاجه ما يكونش فيها ميه، تمسحيها كويس. تمام. تكون مقفوله كده وما يدخلش فيها هواء ولا رطوبه، وبس كده. في ناس كانوا بيحطوا عليها زيت، عارفين الزيت، يمسحوا كده مسحه كده باي كهنه او اي فوطه ويمسحوه بزيت عشان ما يبص، يمسحوه من بره بزيت، حاجه بسيطه جدا كده بالزيت، يقعد معاكي فتره ما يبص برضو. تمام. الطريقه ديت حلوه ورخيصه ومجربه ناس كتير، وتخلي انك تخزني البيض لاسابيع، وبيفرق كل واحده بقى من ست لست تخزنها ازاي. سامح خليه بقى كده نايم احسن عشان ما يقعش، عشان احنا عندنا فتحه. تمام. وقولوا لي بقى ايه رايكم في التعليقات، لو حابين افكار تانية عبقريه في المطبخ. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه.